النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم صينيه فراخ بالبطاطس. اول حاجه انا جبت الفراخ اهيت بالشكل دوت. الاول غسلتها وبعدين قطعتها قطع كده. وبعدين بعد ما قطعتها حطيتها في محلول ملح وخل وميه لمده نص ساعه وبعدين شطفتها. انا لما باجي اعمل الفراخ بشيل الجلد منها والدهون عشان تبقى صحيه لما بطبخها. دلوقتي انا اول حاجه هعملها، جبت بصل حوالي بصلتين كبار وقطعتهم ناعم وحطيت عليهم ملح وفلفل. قبلت بيهم الفراخ بالشكل دوت. هبدا اضيف الفراخ في الصينيه. حطيت معلقتين زيت وسخنتهم كويس. انا هعمل صينيه بطاطس بيضه بالفراخ. لازم تتبلي الفراخ في البصل لمدة نص ساعة عشان ياخد من طعم البصل كده والملح والفلفل، عشان الفراخ لما تستوي تبقى طعمها حلو. لو مش حابه تضيفي زيت وحابه تضيفي اي ماده دهنيه تانية، سمنه او زبده ممكن. هعمل مع صينيه الفراخ بالبطاطس صينيه رز معمر. انا جبت صينيه اهيت وحطيت فيها قطعه من الزبده، وبحط على كل كوبايه رز كوبايه ونص سوائل، اللي هو كوبايه لبن ونص كوبايه ميه. بضيفها هنا في الصينيه. انا اول حاجه سيحت الزبده، ولما نيجي نعمل رز معمر يعني الافضل ان احنا نعمله بالزبده او بالسمنه، دوت بيديله طعم حلو. لو انتي مش حابه خلاص ممكن تعمليه بالزيت. هقلب الرز في الزبده كده شويه. الرز لازم تكوني مصفياه كويس من الميه. هضيف على كل كوبايه رز معلقه ملح. ولو احنا هنعمل بقى الرز المعمر هنعمله بالسكر، هنضيف برده معلقتك لو انت بتحبي السكر زياده وتضيفي بقى السكر اللي انت عايزاه. هي بتعمل نفس الخطوات بس مع ايه، مع اضافه السكر بدل الملح. انا ضفت كده الملح لعدد كوبايات الرز اللي عندي. اضيف اللبن على الرز. ضفت كميه اللبن اللي عندي دلوقتي على مقدار الرز اللي انا معايراه. وهبدا اضيف بقى الميه. كوبايه الرز عليها كوبايه ونص سوائل اللي هي كوبايه لبن ونص كوبايه ميه. اهي نص كوبايه الميه، وهقلبه كده. وهبدا احطه في الفرن. هكون مسخنه الفرن الاول ومشغله الشوايه. هحط الرز في الفرن لحد ما ياخد لون، وبعد كده بطفي عليه الشوايه واشغل الفرن من تحت عشان يكمل تسويته. ده شكل صينيه الرز وهي في الفرن وانا شغلت عليها الشوايه. هخليها لحد ما تاخد لون. هطفي الشوايه واشغل الفرن من تحت عشان اكمل تسويه الرز. اقول لكم ان انا لما اللبن والميه اللي حطيتها كانوا الاتنين سخنين لما ضفتهم على الرز. كمل بقى صينيه البطاطس بالفراخ. الفراخ خلاص اتشوحت معايا كويس اهي. هبدا اضيف لها مكعب مرقه. جبت البطاطس وقشرتها، وبعد ما قشرتها غسلتها وبعدين قطعتها كده ترانشات، وهبدا اضيفها هنا على الفراخ. ولما تعملي شرايح البطاطس تعمليها كده شرايح كده كبيره شويه، تكون محمله كده عشان تستحمل التسويه ما تتهريش منك. هبدا اضيف كمان بقى لصينيه البطاطس البيضاء معلقه كركم. والكركم من الحاجات المفيده للصحه، وكمان هو بيدي شكل جميل لصينيه البطاطس. انا ضايفه على الفراخ وانا بتبلها ملح وفلفل. خلاص كده البطاطس اتشوحت معايا كويس. هبدا اضيف لها بقى الميه
صينيه البطاطس بعد ما ظبطتها خلاص كده وحطيت لها الملح بتاعها وبقت كده جاهزه ان انا احطها في الفرن. هسيبها تغلي شويه حوالي 5 دقايق على البوتاجاز من فوق، وبعد كده احطها في الفرن عشان اكمل تسويتها. صينيه الرز خدت لون كده بالشكل دوت. انا هبدا اطفي الشوايه واشغل الفرن من تحت عشان اكمل تسويه الرز. وحطيت كمان هنا صينيه البطاطس على الصاجه بتاعه الفرن عشان تستوي معايا. بعد ما طلعتها من الفرن وهي بعد ما استوت على الصاجه انا رفعتها على الرف الوسطاني وشغلت الشوايه لحد ما خدت اللون الجميل دوت. اهو ده شكلها. وكمان اهي صينيه الرز المعمر اهي خلصت معايا وانا اختبرتها. اهو الرز هنا اهو الرزايه مفلفله ومستويه كويس. بالهنا والشفا، واتمنى تجربوا وصفة الرز المعمر مع صينية البطاطس البيضة بالفراخ. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. بالهنا والشفا.